السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد السلسلة اللي درناها جديدة ديال الطلبة الجدد اللي ملتحقين بلافاك بالجامعة المغربية ذات التكوين الأكاديمي. قبل كل شيء صباح الخير إن كان صباحا عندكم، ومساء الخير إن كنتم تشاهدوننا في المساء. مرحبا بكم في هذا المحتوى المتواضع اللي غادي نتكلموا فيه هذا النهار. بعد ما تكلمنا على شعبة العلوم الرياضية التطبيقية وانفورماتيك المعلوميات، اليوم نتكلموا على شعبة سيونس دو لا ماتيير فيزيك شيمي، يعني غادي نتكلموا على الفيزياء والكيمياء باعتبارهم جوج ديال الشعاب اللي مشاركين في العام الاول وكيتقراو في واحد الجذع مشترك اللي هو اس ام بي سي. اذا غادي نتكلموا على كل شعبة على حدة. بعدا في العام الاول كتقراوهم بجوج، بمعنى انكم كتقراو الفيزيك والشيمي مجموعين في عام واحد اللي هو العام المشترك اللي هو الجذع المشترك الاول اللي فيه جوج ديال الدورات الاس 1 والاس 2. كتقراو فيه دي موديل ديال الفيزياء وموديلات اخرين ديال الشيمي. اذا هاد الشعبة هادي كتعتبر هي تاني شعبة بالنسبة للناس اللي مفيزيان على مدارس المهندسين، يعني مثلا محمدية، عندك المدارس المهندسين المعروفة ال HTP داك التخربيق ليمي، يعني هاد البريد والمواصلات. كما قلت لكم هذه هي الشعبة الثانية لأنها حتى هي كياخدو منها بعض الطلبة اللي بإمكانهم أنهم يدوزو الكونكور وأنهم يتقبلوا في هاد المدارس ويكونوا فيهم يكملوا فيهم التكوين ديالهم. من بعد عامين في لافاك كتدفع لهم وكتكون في كتكمل 3 سنين في السيكل دانجينيور وكتولي انجينيور ديتا. كتخدم مع الدولة ولا كتخدم في شركات خاصة ما عليناش. المهم هاد الشعبة هادي فيها جوج ديال المناحي، هي كتكمل فيزيك كتمشي كما قلنا لمدارس المهندسين وكتكمل في هذا الاتجاه هذا، ولا كدير الشيمي وكتكمل مثلا في عندك مدرسة المهندسين وحده اللي هي ديال الكيمياء راه معروفة يلاه تنشأت في 2019، ولا كتكمل في الفارماسي عندك هاد الامكانية انك تكمل في كلية الطب والصيدلة تخصص الصيدلة فقط، يعني فحال الناس ديال اللي غادي ندويو عليهم من بعد اللي هما البيولوجي. يعني بإمكانك أنك دير كلية الصيدلة حتى هي كدوز الكونكور ديالها من بعد عامين في لافاك وكتولي صيدلاني، وكيولي عندك الحق أنك تفتح صيدلية ديالك أولا أنك تخدم في المختبرات ولا في كلية في مستشفيات ولا في مختبرات خاصة أولا ديال الدولة. يعني هذا مكان، ودابا غادي نتكلموا على حوايج أخرى. هاد الشعبة مفتوحة للناس ديال سيونس مات سيونس بي سي وحتى الناس ديال الاس في تي اللي عندهم باك اس في تي بدون اي شروط النقطة، يعني ماشي بحال الماط جيب 10 واجي يدخل، يعني ما عندكش المشكل. اذا في الدورة الاولى عندك بعض الدروس اللي نذكرهم لك دابا اللي هما الميكانيك دو بوان اللي كتقرا فيه مختلف آه، الميكانيك بحال الميكانيك ديال الباك غير هو اكثر تعمق. تيرموديناميك لأي حاجة متعلقة بالحرارة وتفاعل الحرارة مع الوسط ومع داك التخربيق. الاتوميستيك داكشي ديال الذرات وداكشي، والتيرموشيمي والاناليز ولا الجبر ان ولونغ اي تيرمينولوجي ان. الدورة الثانية فيها الوحدات الآتية اللي غنذكر لكم دابا اللي هي الالكتروستاتيك، كذلك لوبتيك جيومتريك ولي ليزون شيميك الروابط الكيميائية، والشيمي دي سوليوشن اللي هي كيمياء هذا، والاناليز ان ولا الجبر ان ولونغ اي تيرمينولوجي دو. من الاشياء الجميلة في هاد الشعبة هي انك من غادي تبدا الدراسة فيها غتحس بواحد المتعة كبيرة جدا لانك كتقرا واحد الاشياء اللي كتمثل اولا بجملة اقرب تحاكي الواقع، ومن جهة اخرى كتوفر لك عمل مقار اللي ممكن انك تخدم من بعد ما تشد مثلا الدوك ولا الاجازة ولا الماستر ولا الدكتوراه، يعني كتوفر لك الشغل. جبتي 12 فوق غادي تحصل على
واحد الميزات اكبر اللي هي مثلا المدارس الكبرى ديال المهندسين، انك تفعل شي ماستر مزيان، انك كدا اما جبتي قل راك كتبقى في بلاصتك ما عندك ما دير. بين المدارس المهندسين كاين مثلا المدرسة الحسنية للمهندسين، المحمدية للأشغال التطبيقية، المدرسة الوطنية للصناعة والمعادن. كاين مدارس أخرى اللي هي مثلا لينسا لفيستي. غير الإشارة فقط أنك إلا مثلا قريتي في هاد المدارس هادو فإن داك الطلبات ديال العمل أنك تخدم في شي شركة ماشي نتا كتقلب عليهم، وهما كيوصلوك حتى قبل كاع ما تكمل حتى الدراسة ديالك، قبل ما تكمل ديك 3 زون اللي غتكملها في ديك المدرسة غادي يوصلوك الطلبات د العمل. بطبيعة الحال إلا ما نجحتيش في هاد المباراة ديال المدارس العليا كاينين مباريات أخريات اللي هما ديال إفستي لينسا لينسام، وهاد المدارس معروفة بحال غيرها من المدارس. كذلك إلا ما تقبلتيش في هادشي كامل كتكمل السنة الثالثة في الكلية. في السنة الثالثة كيعطيوك اختيارين ولا ثلاثة في شعبة الفيزيك، يعني كتختار اللي بغا يكمل في الفيزيك انفورماتيك. كاينه واحد الحاجة سميتها فيزيك انفورماتيك واللي هي ميدان الإعلاميات في الفيزياء. كاين كذلك شعبة الميكانيك والإنرجي، ميكانيك يعني انرجيتيك، واللي هي أحسن وأخطر شعبة في لافاك، يعني أحسن ما يمكن لك دير. كاين انفورماتيك الكترونيك اتوميتيك. اللي بغا يكمل في داك المجال ديال الالكترونيك والبرمجه وداك التخربيق. السنه الثالثه جد مهمه، خصك تختار المجال اللي غادي تخدم فيه، حيث انه غادي يتم تحضيرك في الفيزيك انفورماتيك في الاعلاميات، يعني كل ما له علاقه بالاعلاميات بحال اللي درتي سمي سيونس مات انفورماتيك. كاينه شعبه اللي قلنا انها مزيانه اللي هي ديال الانرجيتيك، ولكن مثلا الا اختاريتي مثلا هاد الموديل اللي قلنا دابا خصك تكون عندك نقاط عاليه باش يعطيوها لك. مثلا في الميكانيك دي فلويد، ميكانيك السوائل خص يكون عندك واحد اسف الموائع خص يكون عندك واحد النقطه عاليه. في التيرميك كذلك، يعني ماشي غير اجي ودخل. من بعد هادشي من بعد ما تشد الاجازه ديالك ممكن انك تدفع لي ماستر. فاللي ماستر الابواب كتكون امامك كثيره في المغرب بطبيعه الحال، لان المجالات ديال الفيزياء متعدده جدا. ممكن تدفع الماستر في المجال اللي قريتي فيه، مثلا الميكانيك انرجيتيك، مثلا الانرجي والتكنولوجي دي ماتيريو، مثلا الماتيريو فونكسيونيل، جيني دي ماتيريو. يعني كاين بزاف ما يدار. المهم هذه فقط بعض الأمثلة منين تقرب الماستر. ممكن كذلك تدفع الاف اس تي مثلا. من غادي توصل لهاد المرحلة غادي تدخل الموقع ديال اي مدرسة ولا كدا وغادي تلقى داكشي كامل. هذا فيما يخص الماستر. كاين حوايج اخرى وهو المهندس، يعني الا بغيتي تكمل في الهندسة انك الا حصلتي على اجازة يمكن لك عاوتاني تكمل في الهندسة، ماشي غير مدوك راه حتى من الاجازة. وفي هاد الحالة كدير واحد الامتحان خلافا اللي عنده الدوك، يعني كدير امتحان وكدير اونتروتيان وكدير واحد الرسالة انك باغي تكمل بصح في هذا وكتكمل. كذلك كاين عاوتاني الشرطة، قسم الشرطة ممكن تكمل في الشرطة المغربية انك كيعطيوك رتبة ضابط وكتشد واحد الاجر ديال 9000 درهم 10000 درهم، يعني واحد الاجر اللي معقول ومزيان. اذا هذا معروف كله. كاين كذلك الدكتوراه، لانك ممكن انها تخول لك انك تولي استاذ جامعي ديال الفيزياء ولا ديال الكيمياء ولا ديال دي زوتر موديل. وكذلك ممكن انك دير بحوث ما بعد الدكتوراه وتولي عالم ولا باحث كبير وتخترع شي حاجة ولا انك تكتشف شي حاجة. وكذلك كاين اشياء اخرى اللي ما ذكرناهاش دابا وممكن نذكروها مستقبلا ان شاء الله. اذا الاخوان كنتمنى من الجميع انه يشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالو اللي مهتمين بهاد الشعبة ولا اللي باقيين حايرين ما عارفينش ما يديروا، وما تنساوش لايك اشتراك وشكرا.